مرسي. عايز اقول له هذا شعب قد يصبر طويلا وقد يصمد طويلا، ولكنه لا يركع ولن يركع ابدا. لن يركع هذا الشعب. نحن نموت ولن نركع، نضحي بكل شيء. ليس هناك اغلى من الابناء نقدمهم لهذا الوطن. مرسي امبارح كان بيقول على شيكا ابني، هذا ليس ابنك، هو ابن مصر وليس ابن الاخوان. شيكا ابن المصريين، مات عشان مصر، ما ماتش عشان الاخوان، بل كان ضد الاخوان. كان عامل صفحه على الفيسبوك اسمها بعد ضد الاخوان. وانا بقول للدكتور مرسي انت عملت تسعيره للشهداء، تعالج ب 100,000 وانا ب 150,000 وعملت زايد كانها لحمه، ولكن بقول لك خلي بالك من الان فصاعدا شيكا خارج للتسعيره، وكل شهيد جاي خارج التسعيره. ثوره جديده. 12 سنه كان اجدع من كل الاخوان. وقف للكلب اللي قتله وقال له انا ما بخافش. ما كانش في ايده مسدس، ما كانش في ايده بندقيه، ما كانش في ايده اي حاجه، كان في ايده ايمانه بمصر، وايمانه بمصر ده هيفضل فيكم انتم اللي هتحرروا البلد دي، انتم اللي مش هترجعوا المرسي ولا الاخوان، ولا تخافوا ما تخافوش من الجمهور، ما تخافوش دول مش بتوع ربنا سبحانه وتعالى، بتوع ربنا اللي بيعملوا لوجه الله، مش اللي رايحين يجوا على كراسي مجلس الشعب ولا على السلطه ولا على الكراسي زي الكلاب. احنا مش كلاب، احنا الاحرار واحنا الابطال واحنا المصريين. عايز اقول له مش هنسيبك تفتح لكل من عارفه ادب علشان يجي يعمل جماعات في سينا وجماعات هنا وجماعات هنا. لا، مصر اكبر من كل هؤلاء. مصر عمرها ما هتبقى لهؤلاء. مصر لهذا الشعب اللي ضحى باولاده. انتوا كنتوا فين لما كان الناس دي بتموت؟ انتوا كنتوا فين بقالكم 80 سنه ما عملتوش ثوره؟ بتتضربوا بالجدع وبتتسجنوا وعمركم ما فكرتوا تعملوا ثوره، لكن الشعب ده هو اللي عمل ثوره. كانوا يهددونا يقولوا احنا هننزل التحرير. واللي يشوف موقع اليوم السابع هيسمعني وانا بقول لهم لو كنتوا رجاله انزلوا التحرير يوم السابع. طعم الشهاده. الموت مش وحش في سبيل مصر يا اخوانا، صدقوا. الموت مش وحش في سبيل مصر، هنموت عشانها باذن الله، ومش هنخليك ابدا تمشينا زي الخلفان. مش هتقول لنا شي وحا ولا للاخوان، احنا مش خلفان، احنا احرار. تتراجع عن اعلان الدستوري الا ما الاخ بديع يديك الامر. لن تحكم مصر بالمرسي ولن نقبل السكوت. وعايز اقول لقضاء مصر العظيم اصمت اصمت اصمت، وقد اصبحت امل الامه. يا قضاء مصر العظيم يا جمهور عليك جاي عشان تخلصوا منك ويجيبوا بدلك اخوان. لن يكون قضاء مصر للاخوان.